السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهاردة ترويقة اللي هو الفطار اللبناني بما فيه الحاجات دي كلها. هنعمل ايه؟ هنجيب اول حاجة عجينة السيراميك اللي احنا بنعملها في البيت، وفي عندي فيديو لطريقة عملها. هنديها شوية لون كده اصفر فاتح عشان يبقى زي لون العجينة لما تدخل الفرن، ونحاول نحدد الحروف بتاعتها كده ونخليها سميكة شوية كده. احنا عملنا 2. هنشوف بقى ايه الحشوات اللي احنا هنحطها فيها. طبعا الحشوات مختلفة، هناخد شوية لون كده هوت ونديها على الحروف عشان نحمرها شوية. ما تعملوش بفرشة، نعمل بالايد عشان ما يديش اللون غامق وجامد. خلاص، في النص مش مهم لان في النص احنا هنحط الحشوة فمش هيبان كده. احنا اديناها نغمق سنة بس، وده الالوان اللي بنستعملها هي سوفت باستيل. هنجيب ريزن هنا هوت، اي نوع ريزن عندنا، وهنلخبطه وهنحط فيه اول خلطة. هنحط اللي هو الزعتر ونحاول نخلطه كويس جدا كده هوت، وشوية سمسم. السمسم ده معمول من عجينة البورسلان، ونحطه على الفطير. نحاول ان احنا نفرده ونحطه في كل الكمية اللي عملناها اهي، شايفين؟ نسيبها شوية. هنجيب قطعة تانية من البورسلان وهنديها اللون دوت عشان نعمل لحمة مفرومة، ونقطع اجزاء صغيرة جدا. عجينة البورسلان لازم تبقى جامدة شوية عشان تعرف تقطع معانا كده وما تتعوجش. نجيب العجينة التانية، الفطيرة التانية، ونحط عليها اللحمة المفرومة اللي احنا عملناها ونضغط شوية. تمام اهي. نيجي بقى نشوف نوع التاني. هنفرد عجينة البورسلان كده ونحط عليها شوية لون في أماكن متفرقة. أنا مش عاوزة استعمل الفرشة، ونقطعها كده أجزاء مدورة متساوية، ونبتدي نعمل الشكل الودن القطة ده، ونحشيها بالحشوة اللي عندنا سواء اللحمة المفرومة أو السبانخ، ونعملها بالشكل ده. نضغط ضغطة عشان تثبت. دول اسمهم فطاير سبانخ، التانيين اسمهم مناقيش. هنحاول بقى نعمل كده تاني، وناخد واحدة تانية ونحط فيها المرة دي مثلا لحمة مفرومة، وننوع ما بينهم لحمة مفرومة سبانخ أو جبنة. تمام. طيب نيجي بقى نعمل نوع تاني اللي هو عامل زي المركب كده، ده بنفس العجينة، وندي لون الحروف بتاعتها ومن الجناب، ونحشيها برضو يا إما جبنة يا إما سبانخ يا إما لحمة مفرومة، والجبنة معمولة من عجينة السيراميك. نقدر نحط عليها بقدونس أو نعناع ناشف. وكده عملنا نوعين من الترويقة أو المناقيش أو الفطاير. تمام. نيجي بقى إيه نشوف. أدي كذا شكل، 3 أشكال. بعد ما تنشف نديها تاتش خفيف كده من الريزن أو أي ورنيش عشان تلمع من فوق. أوكي. طب ادي اللحمه المفرومه وادي السبانخ او الجبنه بالزعتر. نيجي بقى دي نعمل فيها جبنه. ادي الجبنه البيضاء اللي هي عباره عن عجينه سيراميك، ونقطعها بالشكل ده، يا اما جزئين يا اما 4. طبعا نحاول ان احنا ايه في النص كده مطرح الجبنه اللي احنا حاطينها نحاول نعملها كده سايحه شويه، فهنحاول ان احنا نحط جزء ما بين الاتنين كده. نيجي بقى هنا في الأحرف نديها شوية تحميرة، ونقعد ايه نعوج فيها شوية كده عشان تبقى عاملة زي الفطير لما تكون طالعة من الفرن. ودي الجبنة فيها ساحت بالشكل ده، ناقصها بقى فرنيش عشان تدينا اللمعة. نجيب بقى دول نعمل تاني شوية كمان شكل المركب ده، نوسع كده حتة في النص عشان نقدر نحشيها، ونلون من بره كده هو بإيدينا تاتشات خفيفة قوي كده من اللون المحمر بألوان السوفت باستيل. هنجيب حبة لحمة مفرومة من اللي فاضل من اللي قبل كده، وناخد منه كده. لازم تعملوا عمق في النص كده عشان تقدروا تحشوها. اوكي. واحدة نحط فيها لحمة مفرومة ونوزعها بالشكل ده، وبعدين ما تعملوهاش مسطحة، لازم تبقى ايه يعني طالعة ونازلة كده بالشكل ده، مش متساوية زي كده، شايفين؟
والتانية باقي جبنة من المناقيش الكبيرة نحطها فيها ونفردها. ده حاجة كده مكلكعة كده نشيلها، نفرد ونيجي بقى عند الحرف اللي فوق نغمقه سنة. طبعا هي لسه طرية، نقدر نحط شوية بقدونس من فوق كده، وادي عندنا الفطاير اللي هي دي برضو ترويقة. الكبة بقى برضو من ضمن الحاجات المشهورة في الترويقة اللبنانية، الفطار. الكبة دي بنجيب عجينة سيراميك، والكبة دي بتبقى عبارة عن برغل ولحمة مفرومة، وتبقى محشية من جوه بالصنوبر. If you really like the video, please like, share, subscribe, and turn the notification bell on. Hope to see you in my next video. Bye bye.